ايه الاخبار يا امي؟ عامله ايه؟ تمام زي الفل. بص انا اقول لك على كام حاجه كده، بس خليكي ايه مبتسمه كده وفخوره بابنك. اهم حاجه اللي تفتخري بابنك، وما تديش رقم الجلوس بس ايه للجيران وكده. انا يا امي عايز اقول لك على كام حاجه، بس ما تزعليش ولا تتضايقي، واهم حاجه الابتسامه على وش حضرتك. شفتي ويجز ناجح ازاي؟ وقال لك ايه، اسف ياما ما نفعتش في التعنيب، بس الراجل عمر مجلات زميل. هو فعلا مجلات زميل، وانا مع اصحابي بصراحه كده. يا امي برضو المثل وبيت الشعر بيقول ايه؟ بيقول لك لا تعطيني بيضه ولكن علمني كيف ابيض. يعني انا المفروض دلوقتي اكون بعرف ابيض، بس دي اهم حاجه. عندنا مثلا احمد حلمي شفت سقط 3 مرات في الثانويه العامه، 3 مرات، واتجوز منى زكي اهو. ناجح اهو ولا مش ناجح؟ اتجوز منى زكي. عندنا نجيب ساويرس كان 011 دلوقتي بقى ايه؟ بقى 012، بقى عنده عماير وبقى عنده حاجات انا بخرف يا امي معلش، بس استحمليني 5 دقايق. يعني مثلا عندك اينشتاين قال ايه؟ قال لك لازم تفشل عشان بعد كده تنجح. انا بطبق اينشتاين بالظبط، فشلت اهو وبعد كده هنجح ان شاء الله. ابو هشيمه بتاع حديد اهو والصلب صح، ناجح وجامد جدا وعنده عربيات وعنده حاجات جدا. سقط في الثانويه العامه. العظماء بس اللي بيسقطوا في الثانويه العامه. عندك محمد هنيدي اعظم كوميديان في مصر وفي الوطن العربي، سقط في ثانويه عامه، واول ما دخل معهد فنون مسرحيه قال سلام عليكم، قالوا له اطلع بره ونجح عليم اهو. بس شفت بيقبض كام في الحفلات؟ هي قفلت من بدري.